إذا قلتلكن اليوم إنه في مادة بلشت قصتها مثل قصة شي سوبر هيرو وبالنهاية طلعت شرير، مادة بلشت كدواء وانتهت بوحدة من أخطر المخدرات بالتاريخ. نحن عم نحكي عن الكوكايين. هذا الفيديو منه تشجيع أبدا ولا تلميع ولا شي، هيدا تاريخ رح ناخده بأسلوب قصصي علمي وواقع. خلينا نرجع لورا أكتر من 100 سنة. الأطباء اللي كانوا مفكرين إنه الكوكايين هو الحل السحري للصداع، للتعب، ليبنجو واحد، للمزاج، لزيادة النشاط. ايه تخيل انه كانوا بيستعملوه مثل كأنه ريد بول. القصة بلشت مع عالم اسمه ألبرت نيمان سنة 1860. هو اللي أول واحد فصل الكوكايين عن ورقة الكوكا، فكان مبسوط وجربها قال واو انه هيدي بتخدر اللسان، بس ما كان عارف انه من وراء الاكتشاف العالم كله تخدر. هلا بدي اخدكم عن شخصية تانية اللي هي فرويد، كلكم تعرفوا. كان مقتنع انه الكوكايين شي مبارك من السماء، وكتب مقالات وابحاث وصار يقول للعالم جربوها بتريح الاعصاب بتقوي المزاج. بس يا فرويد يا حبيبي، مش كل شي بيلمع يعني ذهب. ومع الوقت فرويد نفسه صار مدمن لفترة معينة، وصار يكتب بطريقة انه في شي مش ظابط ابدا. ومش هون المشكلة لما الاطباء اكتشفوا انه الكوكايين ممتاز للتخدير الموضعي، صاروا يستعملوه بعمليات العين، الانف، وحتى عند دكاترة الاسنان. يعني بفوت الحكيم يقول له ولا يهمك، عندنا كم حبة كوكايين هيك بيخدروك ما بتحس بشي. ايه الوضع كان طبيعي بالنسبة له. بتروح السنين وبيجي شخص صاحب اللي اني بيقولوا له صاحب اسوأ غلطة تسويقية بالتاريخ، جون بيمبرتون، مخترع الكوكاكولا. اذا عم تسألني، كوكاكولا من زمان كان فيها كوكايين، مش بس نقطة، لا كان في كمية محترمة. وطبعا بعد السنين شالوا هذه الكوكايين من الوصفة، بس خلوا الاسم كوكا كسوفينير يعني. بس المشكلة ما كانت الكوكايين، المشكلة انه العالم اكتشف انه الكوكايين مش بس منشط، هو مادة بيفجر مركز المكافأة بالدماغ، يعني بيعطيك شعور نشوي اقوى بعشرات المرات من الطبيعي. بس لما تفيق ما بقى عندك نفس القدرة انك ترجع وتحس بأي شيء طبيعي. هون بلش الانحدار الكبير، الدول بلشت تمنع، القوانين صارت تتشدد، المجتمعات صارت تتدمر، والكوكايين من دواء محترم صار مخدر مرعب. بس كيف وليش؟ شو صار بنقطة البداية لحتى وصلنا لهون؟ وشو الشيء اللي خلق اخطر عصابات التهريب بسبب هيدي المادة؟ من بعد ما كوكايين طار من عالم الطب دخل على عالم تاني، عالم الشوارع. سنة ورا سنة وظهر لاعب جديد غير شكل التجارة الغير شرعية، يلي هن عصابة الكارتيلا أو الكارتيل. وبين هالعصابة في اسم واحد لمع أكيد كلكم تعرفوه، اللي هو بابلو اسكوبار. اسكوبار ما كان مجرد تاجر مخدرات، كان دولة بقلب دولة حرفيا. بزمنه حوالي 80% من الكوكايين اللي كان يفوت على أمريكا بسببه. نتخيل بلد بحجم قارة واقف على أجر وحدة. بس كيف صار الكوكايين تجارة بهذا الحجم؟ ليه مش الهيروين مثلا؟ ليه مش الماريوانا؟ لأن الكوكايين شكله راقي، مادة بيضة نظيفة هيك شي مرتب، ناس بتشمه بالحفلات بالمكاتب بالمطاعم، كان هيك كان بيعتبر هيك إليجونت. وهون كانت الخدعة الكبيرة، الكوكايين ما بيعطيك مزاج وبس، لا بيعطيك شعور هيك قوة، بتحس حالك عبقري سريع اجتماعي. بس الحقيقة انه كل اللي عم بتعيشه هيدا وهم اسمه الدوبامين، انه دماغك عم يفرغ كل مخزونه دفعة وحدة، وبعد ساعة شو بصير؟ بتهبط، تفقد الطاقة، وبصير بدك أكتر. والكارثة إنه هذا الشيء صار مفهوم بيعمل مصاري بشكل مخيف، عشان المهربين طوروا طرق ما بتتصدق، الغواصات والطيارات الصغيرة، شحنات الموز، إنه حتى دفنوه بالبحر. وهون بدي أوقف عند نقطة علمية صغيرة. الكوكايين مش بس بيدمر المزاج، هو مادة بتعيد برمجة دماغك، بتعلمك إنه السعادة عندك صارت هي عبارة بس عن شمة. يعني كل شيء بالتفاصيل اليومية بيرتبط بالمادة، المكان، الأشخاص، حتى الأغاني، كلهم بصيروا هيك بس مفتاح لحتى يرجع الشخص للرغبة. ومع الوقت ما بقاش بس إنه هو نشاط أو شعور قوي، الموضوع بصير إنه إذا ما أخدت حتتعب، ارتجاف، اكتئاب، خوف، ولخبطة بكل الهرمونات. وهون بنكون وصلنا لمرحلة اللي بنسميها الانهيار. بس شو صار لحتى الكوكايين تحول من تجارة كانت محصورة بأمريكا الجنوبية لحتى صارت تجارة عالمية، والمافيات بيشاركوا فيها من آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكيف الدول الكبيرة نفسها صارت جزء من اللعبة، وليش الكوكايين اليوم أرخص من أي وقت مضى رغم إنه ممنوع بكل المحلات. فهون بدنا نلتقي لعالم أكبر شوي، عالم السياسة الدولية. الكوكايين ما كان بس تجارة شوارع، كان ورقة ضغط وحروب واتفاقيات سرية وحكومات همها بس انه تمسك اللعبة من طرفها. بنهاية التسعينات وبداية الألفان الطلب على الكوكايين بأوروبا زاد بطريقة جنونية. ليش؟ لأن الكوكايين صار يسوق بطريقة جديدة، مش مخدر خطير بس صار هيك مادة للحفلات وللسهر للطبقة العالية. إعلانات مخيفة، مسلسلات، مشاهد أفلام، كله عم يعطي إيحاء انه شي كول يعني. وبينما الطلب عم بيزيد، الكارتيل صارت أغنى من شركات عالم
عالمية، لدرجة انه بابلو اسكوبار صار مش عارف وين بده يخبي المصاري، صار يعني كان يخسر بالسنة مدري كم ألف دولار بس كرمال الجرادين والفيران عم بياكلوا له المصاري، مش قادر يحطهم محل تاني. بس بهذا الوقت ظهرت قوة تانية يلي هي المافيا الأوروبية، إيطاليا، إسبانيا وحتى هولندا، عصابات عندها نفوذ سياسي، علاقات بالبورصات والمرافق الكبيرة. هلا عصابات اجوا قالوا ليه نخلي أمريكا الجنوبية هي تسيطر على اللعبة، نحن بنفتح بوابات جديدة ونخلق طرق جديدة. وفجأة كوكايين صار يفوت على أوروبا من شمال أفريقيا عبر البحر، سفن صيد، حاويات فواكه، شاحنات تبريد، العالم صار مفتوح والطرق صارت بلا نهاية. بس هون بتيجي المفاجأة، انه بعض الدول الكبرى ساهم بطريقة غير مباشرة لانتشار الكوكايين، مش لانه بتحبه، لا بس لانه محاربته مربحة. كل ما زاد المنع زاد الاسعار، وكل ما زادت الاسعار زادت الارباح، وصار في تمويل، موازنات، مكافآت، والمادة صارت جزء من اقتصاد سري للدولة الكل عم يستفيد منه. ومع الوقت مثل ما قلنا الكوكايين صار أرخص من قبل وسهل كتير انك تحصل عليه، لأنه العرض زاد بطريقة مخيفة، مزارع كوكا توسعت، مختبرات كترت كتير، والشبكات صارت عم تستخدم تكنولوجيا حديثة، GPS، درون، اتصالات مشفرة، وتطبيقات عادية بتعطي إشارات بين التجار. بس ليش كل هيدا مهم لنا اليوم؟ ليش لازم نفهم القصة؟ لأنه هلأ عم نفوت على مرحلة جديدة، وهي مرحلة اللي هو معروف بالشارع باسم الكراك، المادة يلي دمرت مدن بالكامل وصنعت جيل كامل من المدمنين بوقت قصير كتير. هالمادة ما كانت اختراع علمي، كانت اختراع اقتصادي. الكارتيل، عصابة الكارتيل بتقول ليش بدنا نبيع كوكايين بس للأغنياء؟ خلينا نعمل نسخة أرخص وأسرع وأخطر. فأخذوا هذا الكوكايين خلطوه بصودا ومي وسخنوه، طلع معهم حجر صغير صوته هيك بفرقع لما بينحرق، ومن هون اجا اسمه كراك. الكراك بيضرب الدماغ بثواني، نشوة قوية بس بعدين هبوط أقوى، ودماغ بصير يصرخ بعد. بهالطريقة مدن كاملة بأمريكا تدمرت، عوائل تشردت، شوارع صارت خطوط نار، أولاد كانوا يلعبوا بالحي صاروا مدمنين بعمر ال14. مع أنه معروف هالقد خطير بس بعد في ناس بيوقعوا بالفخ. ليش؟ لأن الكوكايين بكل أشكاله ببيع وهم القوة، وهم السعادة، وهم الهروب. بس الحقيقة ولا مرة كان دواء ولا مرة كان حل، كان دايما قصة انهيار متنكرة بقناع نشوة. وهون بتنتهي رحلتنا، رحلة مادة بلشت بالطب وانتهت بدمار. فضلكن بعاد عن هودي المواد وما تجربوها، ولا انه من باب التجربة، لانه يمكن تعطيكم شعور بالسعادة اول مرة بس بعدين ما عادش حتحسوا بسعادة بحياتكم ولا شي بتعملوه غير لما تتعاطوا منه. شوفوا شو عم يصير بشعوب، شوفوا كيف عم تتدمر من ورا هالشي. خلوكم واعيين وابعدوا عن هذه القصص. وبتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. كان معكم مال تي في، مع السلامة.